مرحبا أصدقائي، شلون صحتكم؟ بهذا الفيديو راح أشرح لكم زخارف التقسيمة اللي شرحناها بفيديو سابق. وقبل أن نبدأ، للي يحب يتعلم وياي العزف على العود لا ينسى يسأل عن تفاصيل الدورات الخاصة، الرقم تلقوه بالوصف. يلا نبدأ. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أشرح الزخارف فقط، يعني إذا أنتم إلى الآن مو حافظ التقسيمة ارجع للفيديو السابق احفظ التقسيمة من بعد تعال لهذا الفيديو. والآن راح أبدأ بالعزف. المكان اللي بيه زخرفة راح أوقف عنده وأشرح الزخرفة وانطلق للي بعده. يلا نبدأ. لحد هنا ماكو أي زخارف. بعدين تجي عندنا هذه. الآن راح أشرحهم حبة حبة. شو يصير عندنا هنا؟ مي فا، أول نغمة صارت عليها الزخرفة هي الفا، صار بيها فيبراتو. مي فا اللي هي الاهتزاز. بعدين صول، بعدين فرداش على اللا اللي هي الرش. بعدين فرداش على الصول مع لمسة اللا اللي هي التريل. بعدين يرجع فرداش على الفا. بعدين هذه الجملة تجي عندنا هي عبارة عن مي فا مي فا مي ري مي، لكن سريعة جدا. مي فا مي فا مي ري مي، مي فا مي فا مي ري مي. حاول تعزفها بأسرع طريقة ممكنة، لكن بطريقة نظيفة تكون مو عشوائية. يعني هي بالضبط مثل هذه مي فا مي ري مي، لكن سريعة. واضحة؟ فصار عندنا الجملة كاملة اللي صار بيها الحليات الآن هي مي فا صول لا صول فا مي. الآن نجي للجملة التالية. هذه الجملة هي عبارة عن صول فا فا مي مي ري ري مي فا مي. لاحظون مثل ما موضح أمامكم، هذه النغمات تؤخذ بالريشة، وهذه النغمات ما تؤخذ بالريشة مثل ما هو موضح أمامكم الآن. فلاحظوا لي الصول فا فا هذه بالريشة، المي الأولى بامتداد الفا، فصار عندي هاي المي الأولى. المي الثانية بالريشة، بعدين الري الأولى بامتداد المي، فصار عندي صول فا فا مي مي ري. لاحظتوا المي الأولى بامتداد الفا، الري الأولى بامتداد المي. لاحظوا. بعدين ناخذ ضربة على الري وناخذ وياها مي فا ري مي فا بضربة ريشة واحدة بهالشكل. بعدين أرجع للمي بضربة ريشة لحالها، فصار عندي هذا أقصى شيء أقدر أوضحه وأشرحه. حاولوا تنتبهون على الموضوع، تعزفوها ببطء تفهموها. راح أبطئها أكثر حتى تكون واضحة أكثر. ننتقل الآن إلى المقطع الأخير وهو هذا. نفس فكرة المقطع اللي قبله، لكن بالأخير ما نسوي ري مي فا مي، لا، راح ناخذ على الري فقط، ناخذ ري مي ري مي ري مي بدون ضربة ريش. هي بامتداد الري نخلي الإصبع المي على الوتر ونشيله فد 4-5 مرات سريعة تكون بهذا الشكل. فصار عندي الآن راح أعزفها كاملة ببطء حتى تستوعبوها.
وهكذا نكون شرحنا زخارف هذه التقسيمة الجميلة. أتمنى تكونون استفدتوا. لا تنسون تتابعوني على منصات التواصل الاجتماعي، تشتركون بقناتي وتسووا لي لايك، وأيضا مثل ما قلت لكم للي يحب يشترك بالدورة التفاصيل بالوصف. نشوفكم فيديو آخر.